السلام عليكم. تعالوا نشوف وجبة العشاء اليوم كانت عاملة ازاي. الوجبة دي تقريبا كده من بواقي الغدا اتعشيت بيها. انا عندي شوية من الخضروات، اي خضروات موجودة عندكم، فطماطمايه مع فلفل حامي، وعندي نص حبة افوكادو. تمام، ملحتها بقى بملح وفلفل وحطيت عليها زيت زيتون. تمام يا جماعة، يعني ده كان عشاء خفيف، ده كان بواقي من الغدا فانا اتعشيت بيه. اهم حاجه في وجباتنا للكيتو دايت واللو كارب ومرضى السكري، كميه الخضار بتاعتنا تكون كويسه دايما في اي وجبه، وتحتوي طبعا على كميه من الدهون كويسه جدا وكميه البروتين. بما انها وجبه عشاء فانا يعني خدت حاجات بسيطه خالص، زدت بقى شويه من المخلل او من يعني اي عن زيتون اخضر، حطوا مخلل، حطوا اي حاجه فيها املاح. وعندي بقى ده بواقي، ده يا جماعه سجق مع طرب. انا مش عارفه اذا كنتوا الناس اللي مش مصريين عارفين يعني ايه طرب ولا لا. هقول لكم الطرب ده عندنا عباره عن زي ما يكون كده كفته مشويه عليها ملفوفه بمنديل ضاني. منديل الضاني ده يعني قطعه كده، قطعة دهون بتبقى روعة جدا، بتتشوى على الفحم ولا اروع حاجة كده ولا في الاحلام. احنا يعني بنعشقها. الطرب ده يعني يعتبر كده كفتة ملفوفة بطبقة من الدهون. الدهون دي يا جماعة بتبقى موجودة في، اسمها منديل ضاني، او هي دهون كده موجودة في بطن الخروف، ولا اروع، بتتشوى على الفحم. كمية الدهون دي طبعا بتنفعنا بقى في الكيتو دايت، بتنزل كده كمية دهون بتبقى كبيرة، فبتبقى تحفة جدا جدا. فمش عارفة اذا كان الطرب ده موجود في بقية الدول العربية ولا لا. دي كانت وجبة عشاء اليوم، اشوفكم على خير في وصفة جديدة قادمة ان شاء الله.